هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل تكونوا بخير يا رب. قررت احكي بالفيديوهات. كتابة ماكو كتابة بعد. خلاص، ليش؟ لانه دا تعب نفسي بالكتابة، فاقول ليش ما تحكين احسن. اي والله صدق، احكي وخلاص. المهم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب كلكم صحة وعافية. شجعوني حتى انزلكم فيديوهات اكثر. هسه وين تشوفوني؟ بشوارع بغداد الحلوة. واو، شفتوا البرق؟ سبحان الله يجنن. جينا من سفر، الحمد لله على سلامتنا طبعا. والله تلقونا ذاك المكان حلو طبعا، لانه اهلنا صار لنا سنة ما شايفيهم. البنات كلش فرحوا بشوفة بيت جدهم، والله الاكل الطيب وكل شيء والملقى. بس صراحة ما قدرت اصور من الفرحة ومن الحماس، تركت حتى التليفونات. المهم، هاي ثاني يوم بالليل، شوارع بغداد الحلوة. طلعنا هذا نصب الشهيد الحلو، كدا نفطر ونشوف الشوارع، وياها اجواء يعني شتائية تجنن. وما صار لكم على الصوبة، تلقتني وتلقيتها. الصوبة كلش حلوة صراحة، لأنه برا ماكو صوبة بالخارج. فالمهم هنا الصوبة والقعدة الحلوة واللمة العائلية، وتجيب الأكل وخلي الصمون والقمر والسوالف. المهم، فدا أقول لكم إنه حبيت هالجولة هاي الحلوة، لنتعرف من جديد على الناس والشوارع وهالغيمة الحلوة هاي. ما أعرف شو أسوي لكم الصراحة، بس المهم أني هذا إحساس مبين إنه كلش فرحانة، حالي حال أي واحد متأكد يجي من برا. فرحت جبت شغلات زكريا وسويت هاني وأختي هنا بسرعة أشياء بسيطة، وجبنا الكيكة وأنا والبنات سويتها، وخالتي هم وياي ومزوجي سويناها، احتفلنا بيها. ويا ربي ينطينا مرادنا ومرادكم. كلش حلوة الأجواء، كانت بيتوتية وحلوة ومفرحة، حتى الأطفال فرحوا بيها والله. ناخذت الكيكة والشموع هالسوالف على حلويات بسيطة، على شوية شكر شوكوليت، وتباركنا بيها إن شاء الله. فشوفوا هنا حبيتوا المحلبي سوينه، وهي الخليت، وهاي تفاصيل قدامكم كلش حلوة. فاللهم صل على محمد وآل بيت محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأجواء كلش حلوة بنات، ما شاء الله. صلوات على النبي. هنا أخذ الشغل الشموع والصغيرة كلش فرحانة. باي، خليتكم يا نشوفوها. يا زكريا عودي علي، كل سنة وكل عام نشهد صينية. يا زكريا عودي علي، كل سنة وكل عام نشهد صينية. يا زكريا عودي علي، كل سنة وكل عام نشهد صينية. هاي هنا رحنا ويا الأهل طبعا. رحنا القرية دجلة. احنا رحنا لها العام السفرة اللي اجينا بيها، بس بسرعة كانت ميلا صغيرة، فما افتهمنا من عندها شيء. المهم، هنا دخولية البارك 3 ياخذوا من عندكم. حلو البارك مرتب وهذه. وهذا طبعا مرة ثالث يوم احنا رحنا، فدا اصور لكم اياها. صورت لكم اشياء سريعة مثل ما نقول. هنا الفتشوا السيارة. البارك حلو مرتب، وهي القرية مو كلش كبيرة، بس مكان كلش راقي حلو والله مرتب. هنا تفتيش طبعا نساء ورجال. هنا من طلعنا من المصعد يجي هذا المكان من قبالكم. هاي يعني خروج البارك، يعني ما اعرف، ما افتهمت الصراحة. من هنا السيارات اكيد اللي تطلع منه الخروج من البارك. المهم احنا هذا الطريق، يعني تردون يعني تنزلون يا اما درج يا اما تنزلون من هالنزلة. هسه اشوفكم اياها. هذا النصب كلش حبيته، يعني تفاصيل حلوة صراحة، كلش حلوة.
والمكان كلش نظيف ومرتب حلو وعائلي بنفس الوقت. حبيته يعني نظام حلو وكلش يعني عجبني. هنا دخلنا الدخول، موجود صمد القريشي، موجود يعني هواي ماركات كلش حلوة موجودة بالدخول أول ما تدخلون. وأحلى ما بالمكان صراحة عجبني هذا النصب اللي يجمع يعني كل شيء موجود خلينا نقول بالعراق، كلش حبيته. هنا اعذروني على الإضاءة لأنه التليفون من يشوف يعني المكان بإضاءة كلش قوية هو هم من كيفه ينطي إضاءة أكثر. هناك هو كاباز كافيه هم كلش حلو ومرتب. ما دخلنا له لأنه طلعنا بوجهنا قبل كنا جوعانين جايين دا ناكل، فدا ندور على مطعم وبدنا نشوف الإطلالات الحلوة. هنا طبعا تعرفون التصوير ويا ميلا كلش صعب والله. الله يساعد اللي عنده طفل من عمر سنة لحد 4 سنوات، كلش صعبة. ما تقدرون تصورون شي او تفروا هالكاميرا لو تبغون منا، بس المهم يعني شي على شي استمتعنا والله بالاجواء. شوفوا المكان روعة والله حبيت. يا ربي الله يديم ان شاء الله الجمال والتطور لبغداد وكل شي حلو ان شاء الله. ولو هسه يعني صراحة تفاجئنا بهاي مال الازمة الاقتصادية اللي حتصير وضرائب وكذا، ويعني من هالناحية ما عجبنا شي صراحة. طبعا هنا الفيو عجبني مرتب، اجواء ليلية حلوة عائلية هيك راحة نفسية تحسون فعلا يعني هالشي كان واو. هنا خليكم شوية تستمتعون بالفيو الحلو. هنا جينا على مطعم أم شريف، معروف طبعا هو في جدة. أجرب هالتجربة هاي، يقولون أكلهم طيب أو هيك شي. وقفت المطعم التركي مالو، أنا جاية من تركيا ومالين من الأكل مالتهم. طبعا هو أطيب أكل، ترى أكلنا أكيد الكل متفق على هالشي، بس أكو يعني بعض الأكلات كلش طيبة يعني عندهم متميزين. أكو بأكلات يعني كل الدول طبعا أو كل دولة. هنا عين الخانم قاعدة منتظرة الفنجر مالتها. ما اسولف لكم بنات سوت بيه عزش، سوت بنات قلبتها والله ميز. لو مطيتها مجال كان قلبتها على راسي قرآن. هنا ندور أكل نختار من المنيو. أسعار نوعا ما مقبولة نوعا ما بالنسبة خلينا نقول للأكل اللي شفناه الصراحة. هسه حشوفكم نوع الأكل. شو نقول له؟ يقولوا لنا بعد نص ساعة، يا بريد مقلوبة بعد نص ساعة، يا بريد شو اسمهن الفطائر اللي بالزعتر وغيره بعد نص ساعة، أو المخبز بعد نص ساعة يفتح الفرن يعني مالتهم اللي بداخل المطعم. المهم ما عجبتنا صراحة خلينا نقول التقديم ما حلو هالقد يعني. ما لائق انه بمطعم ام شريف وهالقد منطينا فد صيت قوي فد شي. اي الكرسي مال الطفل وين يلا اجانا وكل ساعه الكرسي معودين الكرسي كل شويه دا نصيح. المهم جابوا لنا اياه. وهذا اللي قدامكم كباب، هذا الاربع اشياش باربعه. هذا الشيش طبعا بنات مو مقسوم، ها دا تشوفوا ايش قدوته ويا هالفنجر. هذا المعون يعني طيب لا بأس به. تجربة 4/10. ولا تقولون ها ليش طلعتوا ليش ما أعرف شنو؟ أي طبيعي نطلع، حتى لو ما جاية من برا لو من داخل العراق كلها تطلع، حتى لو يوم واحد بالأسبوع. فدا نجرب هالمطاعم الحلوة والطيبة وحسب كل واحد. أنا هاي بالنسبة لي هاي مطعم أم شريف أول وآخر تجربة صراحة. ما حبيت أي شي يعني عندهم. وهنا دا تشوفون القعدات اللي برا حلوة يعني بيها صوبات وهيك شي يعني قاعدة حلوة، بس مثلا نقدر نقعد من ورا ميلا. المهم حبيت كل شي هنا. والشاي كان مالتهم بس شاي والتبولة للأمانة التبولة
الطيب طعام أكلت التبولة بهالمطعم هذا كلش طيب. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper. كنت منتظرة النافورة تشتغل واخيرا اشتغلت بنات، اشتغلت. انا اكل وراقب بيها يا ربي شو كنت تشتغل، يدي شغلوها عاد. شوفوا الالوان اللي بيها، البنفسجي، الاحمر، بعد ما اعرف يا الوان، المهم بس حلو يعني ديكور كلش حلو ومرتب. واللي صورتها هنا صورتها ترى ما صورتها اني، لان عاشت ايدي شوي والله التصوير كلش حلو. استمتعنا بنات بالاجواء والله. تعالوا تجربه كلش حلوه يعني مو مجبورين، اللي يقدر يشرب فنجان قهوه، اللي يقدر ينزل له خلينا نقول كيكه صغيره ويا شاي ويا عصير. هنا بنات صورت شوي اني واخيرا تحررت. ميلا شبه تريد تنام. لا اشوفكم هون كباز، طبعا عنده افرع بكل مكان بكل دولة همينة. كلش حلو مرتب. حبيت الديكور مالته وهذني الاشكال كلش حلوة. فصورت لكم اشياء بسيطة المكان. وعلى فكرة ترى احنا رحنا خلينا نقول متأخر او بيوم كان كلش بارد، فماكو عوائل كلش هواية او ماكو زخم. مو عوائل اكو بس ماكو زخم خلينا نقول من الناس وهوسة هواية. هاي بعد تقدرون منا تدخلون او تطلعون، يعني لها مدخلين، واحد هذا الدرج وواحد هذا الثاني. فشوفوني هنا شلون راح انطلق. راح اركض هيك شي بسرعة بس اطلع. Smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. استمتعوا بالشوارع هاي الحلوة والإضاءة الحلوة والناس الطيبة وكل شيء حلو. دا تشوفوه صورت لكم وايد شغلات حلوة من قصور. طبعا تعرفوا هاي المن. خليها سكتة. وصورت لكم شوارع حلوة، وصورت لكم بعد شنو كل شيء حتى فندق قلب العالم. لو صورتي لو ما صورتي ما ادري لأنه من الجامعة مات السيارة. اشوف دا احاول اصور لكم يعني بسرعة اوثق هالشي. شي على شي ان شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسوني باللايك والاشتراك والتعليق، وانتظروني الفلوجات اللي جايه ان شاء الله. اكيد حتكون احلى وبها تفاصيل اكثر. هسه ليش؟ لانه مسافره وستوني جايه فما دا الحق على شي. باي.